حاجات اوعى تعملها لو عاوز تطلع من الاوائل فعلا. اول حاجه، ذاكر اول السنه، ما تذاكرش قبل الامتحان. انت بتراجع قبل الامتحان مش بتذاكر. تاني حاجه، ما تسهرش قبل الامتحان ابدا ابدا ابدا، لاني سهرت قبل كده ودخلت الامتحان نسيت كل حاجه في المنهج. نام من 7 ل 8 ساعات. تالت حاجه، طريقه تلخيص المنهج كله في كراسة. في ناس بتنجح معاهم الطريقة دي بس بتاخد وقت طويل جدا، فالأفضل إنك تعلم على الحاجات المهمة وتذاكر من الكتاب نفسه. رابع حاجة، ما تسمعش كلام الناس اللي بتقولك المذاكرة بالورقة والقلم قديمة، لأنها فعلا معايا ومع أغلب الناس بتفيدهم جدا. انت بتكتب المنهج عاوزاك تقرأ بصوت عالي. خامس حاجة، بعد ما تخلص مذاكرة سمع الحاجات اللي ذاكرتها في ورقة. سادس حاجة، في ناس كتير بتقولك ما تحلش تدريبات، ذاكر بس ما تجيبش كتب كتير للتدريبات، لأن حل التدريبات وحل امتحانات السنين اللي فاتت هي اللي بتثبت المنهج وبتخليك تتعود على الأسئلة اللي هتيجي في الامتحان. واخر واهم حاجة، ما تصاحبش الشخص الفاشل، حتى لو صاحبك او قريبك او متعودين على بعض، لان الشخص الفاشل هيفشلك وهتكون نسخة طبق الاصل منه. واهلا فسهلا.